السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاتي بوسة. خلوبي ايه ده؟ جود. ازيكم عاملين ايه؟ احنا جايين النهارده عشان نوريكم القماش اللي جبته للعيد. مش للعيد قوي يعني انا لو عملته الايام دي هنزل بيه، تمام؟ بس انا يعني في نيه اني قماشه منهم يعني او حاجه منهم تفضل للعيد، يعني ما يتنزلش بيها غير على العيد، يبقى جديده كده. بس ايه، الله اعلم، احنا على الله يعني. بصوا بقى، في حاجات جبتها امبارح لاختي، وكنت حاجات جايباها قبل كده ليا، فقلت ايه ما اصورلكمش الحاجات بتاعت انا ويسر غير لما اجمع كله، فاهمين قصدي؟ يعني ايه اجمع القماش كله. اول حاجه تعالى اما ابتدي لكم بالقماش الساده. حاضر. بص، اول حاجه جبت القماشه الروزالين دي. الروزالين ده انا بحبه قوي 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 في الجيب والدريسات البيزك. يعني اغلب الدريسات البيزك اللي بتتباع حتى في المواقع والاونلاين، لما تيجي تساليهم القماشه ايه، في كذا نوع، اشهرهم الروزالين. استني يا يسر، اصبري، طب استني. اشهرهم الروزالين ليه؟ لانه قماشه محمله ومش بتلزق. اشهرهم الروزالين علشان محمله ومش بتلزق على الجسم، القماشه بتاعتها محمله. فدي الجيبه، تمام؟ جبت متر ونص الجيبه، ومتر ونص برده بيزك كات، تمام؟ انا بجيب متر ونص وبيفيد منه حته، لكن بجيبها ببراح علشان ايه، لو مثلا عايزين نعمل طول زياده، الكمر، الكلام ده كله، فاهمين قصدي؟ لكن هي اصلا بيفيد من المتر ونص حته، ممكن تجيبي متر وربع ولا حسب الطول برضه. ده كتان، جبت لها الكتان اللافندر بيربل، معرفش انتوا بتسموه ايه اللون ده، بس يا يوزبل. طب ماشي، بيربل. الكتان دي كتان في قطن، هتتغسل قبل ما تتفصل. هعمل بيها ايه؟ هعمل لها بيها دريس كده، اللي بتلبس الدريسات اللي بتلبس تحتها الشميزات دي، عارفينها؟ بس الدريس ده ما ينفعش استخدم فيه قماشه سي واي. الكتان قماشه قيمتها فيها، يعني بالذات لو هتلبسيها هي اللي ظاهره قيمتها فيها. فده كتان في قطن. الروزالين جايبه المتر بتاعه 100 او 105. الكتان تقريبا كان عامل 90 او 95 جنيه تقريبا، 90 او 95 اهو الكتان ده. اقعدي يا يوسف بس. تمام. جبت بقى انا ليا امبارح، جبت القماشه دي عجبتني برضو، فيها اللون الموف كده وجنزاري تقريبا ده بني. اصبري اهي، دي روزالين. لا مش روزالين، سوفت. انا بعشق القماشه السوفت، خفيفه كده ومريحه وبتطر كده. القماشه السوفت عيبها الوحيد معايا ان هي شويه من تحت بتبقى خفيفه، وارد انها تلزق، وارد. انا بقى السوفت دي هعمل لها بطانه، هعمل الفستان بطانه منه فيه، بحيث اني ما احتاجش من تحت البس جيبه او البس حاجه تخلي القماشه ما تلزقش. بامر الله هجيب لها بطانه، او انا تقريبا هنا عندي قماش بطانه، هعمل لها بطانه في الجزء اللي هو من اول الوسط لحد تحت، اللي هو الجزء اللي احنا بنخاف انه يلزق. ايه رايكم في لونها؟ انا بحب في الصيف كده الالوان الفاتحه كده، بحس ان هي جميله. بصوا، انا القماشه دي كنت جايباها ليوسر، بس انا عملتها لها فستان، فقلت اوريكم الفستان. بصوا، عملت لها الفستان ده. بصوا، حماله كده وكورنيش من هنا كده زي اوف شولدر. استني يا يو، اصبري. والكورنيش من تحت كده. عايزه اقول لكم قسطوا عليها عسل عسل عسل، هياكل منها حته. بس مستنيه لما الجو يحرر اكتر من كده، علشان ده عايز يتلبس على ما يكونش تحتيه حاجه، وهي لسه لابسه قطعه من تحت. بصوا اهو، طبعا فاض منه الحته دي. بفكر اعمل لها مثلا شورت كده، واجيب لها عليه بادي كات، او بادي اللي هو الحماله وحماله او الحاجات دي. وريني وريني. جبت برضو القماشه دي قطن يا بنات، كريب قطن،
كريب رويال، والله قال لي اسمها بس مش عارفه. المهم ان الراجل قال لي ان هي القطن بتاعها معالج، بس قال لي للامانه برضو علشان ما تتضريش اغسليها قبل ما تفصليها. انا بالامانه غسلتها، يعني غسلتها وغسلت القطعه دي كمان. تمام. دي كان المتر عامل 80 جنيه، خدته منه ب 75. اللون ده اختيار محمد زوجي. قعدت اقول له يا ابني انا عندي حاجات فيها اخضر كتير، قال لي القماشه دي مختلفه عنهم، فيها اخضر بس النقشه مختلفه خالص. وانا محمد بيعجبني ذوقه في اللبس، يعني لما بجيب حاجه على ذوقه الصراحه بتطلع 10 على 10 ونجمه وهلال وكل حاجه. فجبت القماشه دي غسلتها، والله العظيم الحاجات دي كنت عايزه ابدا فيها الايام اللي فاتت وافصلها بس ما رضيتش، علشان قلت اوريكم القماش الاول قبل ما يتقص. يا لهوي معلش يسرا، لما اقول لك اقعدي في الشنطه. يلا شاطره. جبت كمان القماشه السودا بقى، دي نفس القماشه التانية برضو اللي هي القطن المعالج، برضو غسلتها عشان لما افصلها تبقى يعني متفصله على المقاس، ما اقعدش بقى اعمل واسع وبعدين اغسلها بعدين تكش بعدين احتاج ان انا اقعد على المكنه تاني اضيقها. لا، انا غسلت القماشه بحيث ان انا اعمل على المقاس على طول. انا بحب الحاجات برضو السودا، يعني بحب الالوان الفاتحه كده وبحبها، بس برضو بيجيلي عليا وقت بحب ان انا البس حاجه غامقه. فبصوا القماشه دي حلوه قوي، وعلى فكره نقشتها كانت دارجه، يعني شفتها قبل كده بس هي عجبتني بصراحه. زي ما قلت لكم القماش ده كان عامل 80 جنيه، خدت منه 75. بصوا بقى الطقم ده بتاع يسر زي ما شفناه على الاونلاين، نزلنا جبنا القماش بتاعه. كان القماش بتاعه ثانيه اوعي يا يسر. كانت البلوزه اللون ده ساده، وكان الشورت اللون ده مشجر. هي بصوا اهي زي ما لقيناها على الاونلاين بالظبط، نزلت جبت لها نص متر مشجر ونص متر ساده. نادر قوي اللي بيقطع من التوب نص متر، يعني يقول لك اقل حاجه تاخديها متر، بس انا جبت منه ده وجبت منه المشجر بتاعي ده، فقلت له بنتي متر في القطعه كبير عليها، يعني يسر متر لو هعمل فستان وبيفيد، فلو متر وهعمل بلوزه او جيبه لا هيفيد كتير. فقلت له لا انا خدت دول معلش اديني نص متر فاتضايق، لكن لو انت هتروحي لحد عشان نص متر فيها يرضى يديكي وفي لا. تمام. بس انا عشان جبت زي ما قلت لكم من عنده كنت جايبه منه قطعتين او 3 تانيين. تمام. جبت لها دي للبلوزه، تمام، وجبت لها دي للشورت. لحد دلوقتي احنا هنعمل البلوزه ساده والشورت مشجر، ممكن الاراء تختلف واعمل الشورت هو اللي مش ساده والبلوزه مشجره، لسه مش عارفه. بس اللي شفناه على الاونلاين كان بالظبط، كان البلوزه ثانيه يا يوسف اصبري يا يويو، كان البلوزه ساده وكان الشورت هو اللي مشجر، نفس الالوان بالظبط. الطقم اللي وراهولي نزلنا جبنا القماشه. تمام. برضو ده كان ب 80 جنيه، خدته ب 75. يبقى دي ودول كده، دول القطن المعالج اللي كانوا ب 80 خدتهم ب 75. السوفت خدتها ب 90 جنيه، السوفت المتر ب 90 جنيه. تمام. دي زي ما قلت لكم كانت عامله 80 او 90 حاجه كده تقريبا، كانت عامله 80 او 85. هي مش كسره ال 100، الكتان ما كانش كسر ال 100، بس انا والله ما فاكره بالظبط. وطبعا دي برضو نفس الكلام، الفسكوس دي برضو بتعمل من 75 ل 80، في ممكن حد يزيد 5 جنيه في المتر يقل 5 جنيه على حسب. بس ده القماش اللي انا جبته. والروزالين زي ما قلت لكم المتر كان عامل اقسم بالله انا ما مركزه، والله نسيت، اقسم بالله العظيم اتشتت ونسيت. تقريبا الروزالين كان عامل 110، فانا فصلت معاه خدته ب 100. لانه قال لي ايه طب خليها 105، قلت له يعني هي جت من 5 جنيه خليها 100 في المتر. فدفعت في الروزالين المتر ونص 150 جنيه، دفعت 360 جنيه عشان خدت من عنده روزالين وخدت من عنده الكتان. يبقى كده الكتان وقف بكام؟ ب 85 جنيه ولا ب 80 جنيه المتر؟ 80 جنيه صح؟ احسبوا انتوا بقى. خدت الكتان والروزالين وخد مني 360 جنيه، قلت له طب خليهم 350، قال لي لا ما انت نزلتي ال 10 جنيه بتاعه المتر اللي هي بتاعه الروزالين، فما رضيش ينزل لي ال 10 جنيه اللي فوق الوش دي.
بتوع القماش بقوا مقمطين قوي في حته ال5 وال10 جنيه، بس ايه الله يسهل للجميع. ده القماش اللي انا جبته، اللي انا كنت عايزه اوريه لكم بقالي كتير، ولكن طبعا ايه الوقت ما سعفنيش، يعني مش الوقت ما سعفنيش، كان ورايا حاجات تانية، فقلت قبل ما ابدا فيهم اوريه لكم. عايزه بقى اقول حاجه عشان الناس اللي في بنات بيكتبوا لي في الكومنتات، بصراحه الكلام حلو قوي على الحاجات اللي بوريها لهم ان انا مفصلاها اليسر، وفي بنات تانية بتكتب لي كلام وحش قوي، ما تجيبي جاهز. وفي قبل كده واحده قالت لي انت مستخسره تجيبي جاهز فبتعملي لها هلاهيل. حته ان انا بلبس بنتي هلاهيل دي، لا يا حبيبه قلبي ريحي ماشي، هاتي لبنتك انت البراندات اللي انت عايزاها. الحته اللي بتخرج من ايد البنت دي عندي بالدنيا وما فيها، كفايه ان هي خارجه من امها ومحدش لابس زيها. ماشي 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 حبيبتي ريحي بقى. لكن الناس المحترمه انتوا على دماغي، وكومنتاتكوا دي على دماغي، ولو طول اعمل لكل واحده هي وبنتها زي بعض كده وتبقى مبسوطه، والله العظيم انا ما هتاخر عن ده. المهم قولوا لي ايه رايكم في القماش، وايه رايكم في الالوان، ولو عايزين تشوفوا القماش بعد ما افصله انا كده كده هوريه لكم، كده كده انا هوريكم لما اخلص قطعه والبسها، هوريكم شكلها واقول لكم فاكرين كانت عامله ازاي وبقت دلوقتي عامله ازاي. بس كده، لا ده بتاع خير ده مش هينفع عشان ما يبهدلش الدنيا. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد، باي باي. خدوا قلبي اهو. I love you. I love you. Bye.